يجيبوا كل فنانين لبنان كلهم وانا لحالي، يتفضلوا يفرجونا شو حيقدموا. انا مستعد لهي الحرب اللي عم بحاربوني اياها. هاي الرزق من عند الله، ما بيقدروا يحاربوني، صعبة طويلة على رقبتهم كلهم سوا، وانا واقف بوجههم. الرجل فيهم يتفضلوا يفرجوني مراجلهم شو راح يعملوا، وانا تحت الزينكو عم غني ليعرفوا تحت الزينكو. تفضلوا يلي عم تروحوا على استديوهات، احلى استديوهات بالعالم، نشرفوا. انا من مخيم عين الحلوة تحت الزينكو بتحداكم يا تنك. هالفنانين هول التنك اللي يعني مشتركيني بحالي، مستمر بامكانياتي المتواضعة وتحت الزينكو عم سجل، مش باستديوهات عالمية لمعلوماتهم يعني. والفنانين قديش انتو يعني صغار، ما حتقدروا لو كون تحت الارض رح ضل غني. انتو صغار وفاضيين، بتمنى انه تروحوا تهتموا بشغلكم افضل ما انكم تركزوا معي، لانه ما رح يطلع لكم معي، صعب كتير. تعرفوا ليه؟ لانه انا فنان اصلي، فنان حقيقي. هذا هو المستوى اللي بدكم تقدموه للناس، مش عيب عليكم؟ هي الاغاني اللي عم بتقدموها للعالم، تفوتوها على بيوت الناس ويسمعوها اولاد الصغار والبنات والشباب مش عيب عم تقدموا هيك مستوى من الفن؟ ما بتستحوا، ما بتخجلوا على نفسكم؟ كرمال شو؟ كرمال شوية دولارات بس؟ لو استحوا وعيب، عيب. روحوا شوفوا الفنان المظبوط الحقيقي، خلوا الناس تسمع الفن الحقيقي، الفن المستوى المرتب، مش الفن اللي بيشبهكم الواطي. عيب عليكم، احترموا حالكم بقى خلاص. وبعدين شو بدهم فيه يا اخي؟ ما عم بفهم ليش هالحرب علي. حقد هيدا يعني، ما بعرف، تعصب، حقد طائفي يعني، شو ما عم بفهم شو الموضوع. طيب شو عندهم مشكلة تجاهي؟ يعني يطلع الاعلام كله اللبناني، كل الاعلام اللي جرمني وطلعني ارهابي وطلعني ما بعرف شو وعصابة مسلحة ومليون تقرير وقدموا على ضدي، يتفضلوا يجيبوا دليل واحد، اثبات واحد علي، يعيب الشوم عليهم. بس انا ما راح سمحهم، اقسم بالله. بالله اكبر عم بقدم اليوم الجمعة، الله لا يسمحكم لا دنيا ولا اخرة. خلاص بكفي، قاعد بالمخيم وتحت، شو بدي خبرك يعني؟ وبعدكم لاحقيني لهون. طب ليه هالقد موجعكم صوتي؟ قديش حاقدين علي وقديش بيكرهوني وقديش هني يعني شو بدي اقول لك؟ يا ويلكم من الله. والله العظيم شيء بخجل، عيب علي. لفقوا كذب واتهموني تهم باطله، يعني بين كذبهم ونفاقهم وافتروا علي، وانا يعني محجور اذا بدك. انا ما راح سامحهم بحياتي، لانه حرموني من عائلتي وحرموني من اولادي. الحمد لله رب العالمين، ما عندي غير هالصوت.